السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو اليوم اللي من خلاله غادي نشارك معكم واحد الشهده بنكهتين، نكهه الفاني ونكهه الشوكولا في نفس الوقت. كتجي زوينه بسيطه وسهله في التحضير. يلا ندوزو مباشره للمكونات والطريقه كيف العاده. فكمرحله اولى كناخذ واحد الكاس ديال الماء دافي، القياس ديال الكاس ديال العنبه. المهم القياس اللي باش غادي تعبروا المكونات كاملين هو باش يعني هو اللي غادي تعتمدوا، هذا هو الاساس. كاس ديال الماء يكون دافي، غادي نضيف عليه كاس ديال الحليب كذلك يكون دافي، نص كاس ديال السكر اللي كيبقى على حسب الذوق، معلقه كبيره ديال الخميره معجونه اولا خميره حبيبات اللي كان واللي متوفر تخدموا به. غادي نخدم هاد العناصر مع بعضياتهم باش تذوب ليا شويه سنيده. كنحرك العناصر مزيان حتى كيوليو ليا على هاد الشكل هذا. غادي نغطي عليهم ونخليهم واحد 10 حتى 15 دقيقه. دابا الحال سخون تقريبا 10 دقائق كافيه. نديروا الاختمار الاول ونرجع معكم من بعد ما كدوز ديك ال 15 دقيقه. هانتوما كتحلوا على الخليط ديالكم كتلقاو صافي هو راه اختمر لينا الاختمار الاول. غادي نضيف عليه دابا ساشيه ديال الفاني. على هاد الساشيه ديال الفاني غادي نضيف واحد نص معلقه صغيره ديال الملحه، واحد نص كاس ديال الزيت نباتيه اولا الزيت الروميه. طبعا مع التخليط اولا مع الخلط بهذا الطراب اليدوي غادي نضيف خماره، وبالنسبه للدقيق غادي نبقى نضيفو على دفعات. من بعد كنضيف الكاس الاول ديال دقيق الفورس اللي يكون مغربل باش يتحيدوا منه دوك التكتلات. مع الاستمرار في التحريك يعني غير بهذا الخلاط هذا اليدوي. كنضيف الكاس الثاني وبنفس المقدار كنحركهم مزيان. الدقيق عفوا كنبدا نضيف فيه شويه بشويه حتى كيتجمع ليا الخليط، وانما ماشي كيتجمع يعني كنحسوا به راه متماسك بحال العجينه ديال الخبز، لا، عجينته هو اولا عجينه الشهده كتكون خفيفه. صافي انا غادي نخلط في الاول هذا الكاس بالطراب اليدوي ومن بعد غادي نكمل بايديا. غنبدا نخلط بشويه بشويه. دابا ملي جمعت العجينه ديالي هانتوما شوفوا راها مرخوفه بحال هكا. كنجيب واحد المعلقه ديال المارغرين اللي خرجتها من قبل باش تاخذ لي ديك الحراره ديال المطبخ. هانتوما راه بحال البوماد. وكنزيدها اي زبده، ماشي بالشرط زعما شي زبده اللي هي معينه. صافي وكندخلها في هذه العجينه هكا مزيان كتعطيها واحد الليونه. وفاش كطيب هذيك الشهده من الداخل كتلقاو واحد التفشفيشه واحد المذاق واعرين زوينين بزاف. العجينه ديالي من بعد ما ضفت لها ديك المعلقه الزبده راه كتجمع راسها الراسه. هانتوما درت لها لا زيت لا حتى شي حاجه. صافي غادي نغطي عليها دابا عاوتاني ونخليها حتى تختمر يضاعف الحجم ديالها ونرجع معكم. من بعد ما كتخمر العجينه وكيضاعف الحجم ديالها بحال هكا هانتوما كيف ما كتشوفوا كنقسمها واني كنغلب واحد الجهه، يعني الجهه اللي غادي ندير ديال الكاكاو كتكون شويه ناقصه على الجهه البيضاء. صافي هانتوما غادي نقسمها بحال هكا. غادي ندير النصف في واحد الاناء او لابول وهذا النص الاخر غادي نخليه هنا. غادي ناخذ واحد المعلقه ديال الكاكاو بحال هكا. صافي وغادي نضيفها العجينه هذه اللي بغيتها بنكهه الكاكاو. غادي نعجنها مزيان هكا حتى يدخل فيها داك الكاكاو. هانتوما انا لميت ديك العجينه. المهم خدات لي هنايا 2 المعالق ونص ديال الكاكاو. صافي وهنا العجينه الاخرى اللي هي خليتها بيضه زدت لها حتى هي نفس الكميه ديال الدقيق. غادي ناخذ دابا قطعه ديال الشوكولاط. المول ديالي دهنته بالزبده، رشيت ليه الدقيق دخلته للثلاجه واحد شويه لان الحال سخون. صافي دابا غادي نبدا نشكل دي بول. كندهن يدي شويه بالزيت وكنشكل دي بول هكا متوسطين. كنحاول انني نسرحهم هكا شويه. ندير القطعه ديال الشوكولا ونلم. صافي بحال هكا وكنحط. كنبدا هكا وحده كنديرها بيضه، وحده كحله اولا ديال الشوكولا، وحده بيضه، وحده بالشوكولا حتى كنكمل. من بعد ما شكلتهم كويرات كيف ما كتشوفوا انا درتهم في الصينيه قديتهم على هذا الشكل كيف ما قلت لكم، وحده كحله وحده بيضه. صافي غادي نخليهم دابا حتى غادي يختمروا واحد شويه. غادي يبانوا لكم بانهم ارتفع الحجم ديالهم شوي. غادي ندهنهم وندخلهم يطيبوا ان شاء الله. بالنسبه للدهن فانا كناخذ صفار بيضه كنضيف عليها واحد المعلقه كبيره ديال الحليب مع قطرات ديال الخل. كندهن الوجه ديال هذيك الشهده ديالتي مزيان. بالنسبه للفران فهو مسخن من قبل.
على درجه حراره اللي هي متوسطه، كندخل الشهده وكنقص عليه حتى للحد، يعني باش كطيب على باش كتاخذ حقها في الطياب وكتاخذ داك اللون اللي هو ذهبي. غادي نطيبها ونرجع معكم. بالنسبه للفران كملاحظه فحنا كنشعلوه فقط من الاسفل، من الاعلى لا، لانه حتى كتاخذ حقها في الطياب عاد باش كنشعلوها من الاعلى باش يتحمر ليها الوجه وكنخرجوها بالصحه والراحه. الشهده ديالي من بعد ما طيبتها وخرجتها من الفران كتجي على هذا الشكل. يا سلام، هانتوما حتى العلو ديالها ما شاء الله مفشفشه، خليتها حتى بردات مزيان. راه بامكانكم تخليوها غير هكذا. هانتوما شوفوا كيفاش تجي. انا دهنتها بشويه ديال الكونفيتور، اللي عنده العسل يكون احسن. وغادي نشد شويه ديال الكوك، غادي نديرو لهاد لي بول البيضين وشويه ديال الفيرميسيل شوكولا، غادي نديرو لهادوك اللي هما بالشوكولا. صافي هذا هو التزيين اللي غادي ندير ليها. وحتى الا بغيتو تخليوها هكذاك، هانتوما شفتوا المنظر ديالها كيجي سامبل وزوين. وصافي ها الشهده ديالتي وجدات، كتجي زوينه لا مذاقا ولا شكلا صراحه الله، مفشفشه. يعني ما كاين ما نقول لكم، من غير جربوها سهله كيف ما شفتوا، وحتى المقادير بساط حتى الحد. ما بقى ليا غير نقول لكم راه الفيديو وصل للنهايه ديالو. كنتمنى فعلا انكم تجربوها كفكره. انا غادي نوريها لكم حتى من الداخل باش تفهموا ديك التفشفيشه اللي قلت لكم. هانتوما غنقطع لكم واحد البول، ها هي شفتوها؟ يا سلام، مع ديك التعليكه ديال الشكلاط اللي درنا لداخل، ها هي وكلها مفشفشه. فما بقى لي ما نقول من غير كنتمنى الفكره تكون عجبتكم وتجربوها وتردوا عليا الخبر في لي كومونتير كيف العاده. الى اللقاء مع وصفه جديده وفيديو جديد، مع السلامه.